السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض بيتزا. أهلا بيكم في قناتي، معكم أم نور من قناة طبخة وتفصيل. كيلو دقيق عمل معايا 5 بيتزات كبار، 2 في الصينية و3 في الصاج. الوصفة بتاعتنا سهلة واقتصادية ومضمونة من أول مرة، وبصدر فرخة، وتنفع غدا أو عشاء، أكلة تكفي 6 أفراد. وزي ما انتوا شايفين بعد ما استوت ما شاء الله العجينة طرية وطعمها جميل. نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله. معايا كوباية هنزل فيها بمعلقة خميرة ومعلقة سكر ومعلقة دقيق. هقلبهم وهنزل عليهم بمية دافية. هقلبهم شوية، ادوب السكر والخميرة في المية واسيبهم مع بعض يتفاعلوا كده 5 دقايق. هنجيب الحلة بتاعتنا وننزل فيها بكيلو دقيق، ننزل عليها بنص معلقة ملح ومعلقة سكر ومعلقتين لبن بودر. هقلب المكونات دي كلها بتاعتنا مع بعض، وهنزل عليهم بربع كوباية زيت زيتون. لو مش متوفر زيت زيتون، زيت عادي من المطبخ بتاعك. انا هنا نزلت عشوائي، بس انا عارفة ان هما ربع كوباية كده مش هيزيد. مع كتر الوقفة الكتير في المطبخ الايد ما تبقى زي الميزان يعني، والعين برضو تعرف انت حاطة ايه. هنا انا نزلت بكوباية لبن كنت غليتها، وحطيت عليها نقطتين خل كده بقت زي الرايب، نزلت بيها يعني. لو متوفر زبادي نحط، مش متوفر ده ولا ده خلاص. هنزل بكوباية الخميرة بتاعتنا، وهقلب المكونات دي كلها، وهنزل عليهم بمية دافية واحدة واحدة كده، وهعجن كويس. هنا انا مش بنزل بالمية الدافية مرة واحدة، لا، انا بنزل شوية شوية لحد ما احس ان العجينة بقت كويسة في ايدي وطرية كده، طرية كده ان هي ما تلزق في ايدي. هنا انا عجنتها 10 دقايق تقريبا كده، بوريكم ملمسها بعد ما خلصت، وهي طرية وما تلزق زي ما انتوا شايفين. هلم العجينة اللي في الحلة واحط عليها شوية زيت واغطيها واحطها في مكان تتخمر شوية. وعقبال ما العجينة بتاعتنا تتخمر، تعالوا نجهز مع بعض الصلصة بتاعتنا اللي هنحطها. معايا 4 فصوص توم، و3 حبات من الطماطم، وبصلة، وحبة فلفل. هنقطعهم كلهم، وهزود عليهم ربع كوباية مية واحطهم على النار، اسيبهم يتسلقوا بقى. وهنا الخضار اللي انا هضيفه على البيتزا بتاعتنا، معايا حبة فلفل احمر وحب اصفر وطماطمايه وبصلايه وفلفل اخضر. هنا الاضافات اللي هتضيفيها على البيتزا بقى براحتك، اللي عندك المتوفر حطيه. فلفل احمر واخضر بس، فلفل اخضر بس من غير فلفل الوان، اي حاجة متوفرة حطيها. في ناس بتقطع اللي هو الحلقات كده، وناس تقطعها كده مربعات، اي حاجة كله ماشي يعني. هي برضه هتطلع معانا في الاخر بيتزا يعني. والخضار بتاعنا هنا ما ننساش نحط عليه رشة ملح. هنا انا قطعت البصلة معاكم اهو. هقطع حبة الطماطم بتاعتنا، بس هنا انا هشيل منها القلب بتاعها. هقطع اللي هو اللحم بتاع الطماطم اللي من بره، بس القلب هشيله. وهنا كنت خلصت الخضار بتاعنا تقطيع، والطماطم والبصل اللي حطيته على النار استوى. هنزل بيه في الخلاط، وهزود عليه نعناع فريش. هنا بعد ما ضربنا الصلصة بتاعتنا، هنزل عليها برشة فلفل اسود ورشة كزبرة ومعلقة خل ومعلقة سكر ومعلقة صلصة، وهرفعها على النار تاني، وهنزل عليها بمعلقة زيت، وهسيبها بس تغلي غلوة واحدة بس. بدأت تغلي معانا ما شاء الله، شايفين القوام. هشيلها بقى صينية على النار، هنزل عليها شوية زيت، واحط صدر الفرخة بتاعنا.
لازم الصينية تكون سخنة عشان الفراخ تاخد صدمة وما تنزلش مية. هقلبها شوية لحد ما يتغير لونها، وبعد كده هنزل عليها ببصلة مقطع متوسطة كده، هقلب فيهم شوية، وبعد كده هنزل برشة ملح و3 ورقات كده نعناع ورشة كمون ورشة فلفل اسود ورشة كزبرة ورشة بابريكا. هقلب المكونات كلها مع بعض بتاعتنا كده، وهنزل عليها بشوية فلفل من اللي انا مقطعه معاكم دلوقتي. شايفين ما شاء الله الشكل؟ هنا انا مش هخليها تستوي قوي لان هي لسه تستوي مع البيض. هنا انا بوريكم شكلها استوت خلاص ما شاء الله. وبعد ما جهزنا بقى كانت العجينة بتاعتنا ما شاء الله اختمرت وزي ما انتوا شايفينها. وهنا انا دهنت الصاج والصينية بتاعتي زيت، وبعد كده رشيت فيهم رشة دقيق السميد او دقيق البسبوسة، ده مش ما يخلي البيتزا تلزق معايا. هنا على حسب ما انت عايزة بقى السمك بتاعك قطعي. انا قطعت في الصاج الكبير ده 3 واسيبهم كده 10 دقايق كده وارجع لها تكون العجينة لانت كده شوية. ما شاء الله بعد ما سبتها 10 دقايق ورجعت اهو العجينة لوحدها بتتفرد من غير نشابة ولا اي حاجة ما شاء الله. سمك العجينة هنا يعني براحتك انت على حسب ما تحبي. في ناس ما تحبها رقيقة وفي ناس تحبها تخينة شوية كده، في ناس تحب الحواف تخينة وفي ناس لا. هنا براحتك بقى اي اضافات تضيفيها السمك اللي انت عايزاه. هنا بعد ما فردتهم كلهم بشوكة وهخرمهم كده بالشوكة عشان ما يدخلوش الفرن معايا تتنفخ من النص. انا ما خرمتش الحواف، خرمت في النص بس. هنا هنزل عليهم بالصلصة اللي عملناها 2 معلقة صلصة كده وهوزعها على البيتزا بتاعتي كلها. هنا في ناس هتقول انت محطتيش زعتر على الصلصة. انا احب النعناع، وكمان احب لو هو ناشف كده وان انا افرك واحطه على الصلصة، فانتوا براحتكم المتوفر حطوه. هنا انا هنزل بالاضافات بتاعتنا. هنا حطيت على دي الفراخ اللي لسه عاملينها مع بعض، ودي حطيت عليها فلفل الوان وشوية بصل وشوية طماطم خضار يعني. والتانية احط عليها اللي هي اللحمة اللي عملناها بتاعة الفراخ برضو، واحط عليها الفلفل والبصل والطماطم بتاعتنا. هزود على الاولى بتاعتنا زيتون، هتبقى فراخ وزيتون بس، والتانية هتبقى خضار وزيتون بس، والتانية هتبقى فيها لحمة وخضار وزيتون. احطهم في الفرن على الرف اللي في النص على درجة حرارة 200. هنا انا هفرد البيتزا التانية بتاعتنا في الصينية. الكيلو ما شاء الله عمل معايا 5 بيتزات، 2 في الصينية و3 في الصاج ما شاء الله كمية يعني تكفي 6 أفراد الله أكبر. هنا كان ممكن أعمل 6 من الكيلو، بس أنا ما أحب يبقى سمكها تخين شوية. هعمل الصينية دي زي ما عملت دوكم معاكم، خرمتها برضو بالشوكة ونزلت عليها بالصلصة، وهنزل عليها بالزيتون بتاعنا والفراخ بتاعتنا، وهنزل بالفلفل الالوان بتاعنا والفلفل الاخضر وبصل برضو خضار يعني. شايفين ما شاء الله. هنا انا هحطها في الفرن برضو معاهم، دي اخر واحدة معانا. هفردها زي ما انتوا شايفين وهعملها برضو زي ما عملت دوكم، ان انا زي ما شفتوني، بس انا حبيت ان انا اوريكم كل حاجة، وحبيت انا اوريكم
الاضافات بقى دي براحتك، تحطها براحتك. ممكن نحطها جبنة وزيتون بس، ممكن نحطها لانشون وجبنة. ممكن الفراخ بس اللي شوحناها ونحط عليها الجبنة برضو. ممكن اللي هي الصلصة والجبنة بس، المتوفر عندك حطي. هنا انا خلصت بتاعتنا دي، هنروح للي في الفرن اطلعهم وهرش عليهم الجبنة بتاعتنا وادخلهم تاني، هخلي الجبنة تسيح وبعد كده اطلعها. وهنا كانت استوت، طلعتها من الفرن. وبكده البيتزا تكون جاهزة وطرية وسمكها مظبوط. جربوها هتعجبكم. لو الوصفة عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك، واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، ونصلي على النبي. والسلام ختام.